ذلك الذي سخر منه الجميع عاد ليعلو فوق الجميع في إحدى القرى الصغيرة، حيث الهدوء يخفي خلفه صخب الأرواح المجروحة. ولد طفل لم يكن مميزاً في نظر أحد، كان اسمه ياسين. ولد بملامح بسيطة لم تكن تجذب الانتباه، وصوت خافت بالكاد يسمع. لم يكن سريعاً في الجري ولا بارعاً في الرياضة، ولم يكن الأكثر ذكاءً في صفه، لكن الشيء الوحيد الذي امتلكه هو قلب لا ينكسر. منذ أول يوم في المدرسة بدأ الجرح الأول، ضحكات مكتومة، همسات جارحة، كلمات كالسكاكين. قالوا عنه غبي، بليد، ضعيف. كانوا يسحبون منه دفاتره، يرمون حقيبته، يدفعونه في الممرات، ولم يكن أحد يدافع عنه، لا معلم، لا صديق، لا أحد. عاد في أحد الأيام إلى المنزل والدموع تخفيها ملامحه الباردة. اقترب من والدته وسألها: لماذا يكرهونني يا أمي؟ فوضعت يدها على رأسه وقالت: لأنك لست مثلهم، وهذا شيء جيد، لكنك فقط لم تكتشف نفسك بعد. في تلك الليلة لم ينم ياسين، ظل يتقلب، يتأمل السقف، يسمع في عقله أصوات الذين سخروا منه. لكن وسط تلك الفوضى خرج صوت جديد من داخله، صوت يقول: اصمت، سأريك من أنا. منذ ذلك اليوم بدأ التغيير. لم يكن تغييراً ظاهرياً، لم يغير ملابسه، لم يغير صوته، ولم يبحث عن رضا الآخرين، بل بدأ التغيير الحقيقي من الداخل. كل يوم كان يستيقظ قبل الجميع، يجلس مع كتبه لا ليرضي المعلمين بل ليفهم. كان يريد أن يعرف كل شيء عن العالم، عن الناس، عن نفسه. كان يقرأ حتى تتعب عيناه، ويحفظ حتى ينسى التعب، ويحل المسائل كأنها تحد شخصي. لم تكن هناك نتائج فورية. مرت شهور، لا أحد لاحظ، لكن هو لاحظ أن نظرة عينيه تغيرت، أن قلبه لم يعد خائفاً، وأن سكوته لم يعد ضعفاً بل حكمة. ثم بدأ شيء آخر، بدأ يقف أمام المرآة، يتحدث مع نفسه، يدرب صوته على الثقة. كان يرتجف في البداية، لكن مع الوقت أصبح صوته أقوى من كل سخرية عرفها. مرت السنوات، وفي المدرسة الثانوية تغير كل شيء. في يوم ما طلب من الطلاب أن يقدموا عروضاً تقديمية أمام الصف. تردد الجميع، لكن ياسين رفع يده، ضحك البعض، همسوا: هو هيفشل كالعادة. لكنهم لم يعرفوا من هذا الذي يقف أمامهم الآن. صعد المنصة وبدأ يتحدث. صوته كان قوياً، عيناه مليئتان بالإصرار، كلماته تنساب بثقة من تعلم كثيراً وسكت طويلاً. لم يعد ذلك الطفل الخائف، بل أصبح شاباً يحمل عقلاً أكبر من عمره، وجرأة كأنها ولدت من رماد الألم. بعد العرض عم الصمت، لا أحد تكلم. ثم بدأ التصفيق بطيئاً، ثم تصاعد حتى أصبح عاصفاً. حتى أولئك الذين سخروا منه صفقوا. ذلك اليوم لم يكن نهاية الرحلة، بل بدايتها. ياسين لم يتوقف، دخل الجامعة وهو يحمل معه تاريخه، لكن هذه المرة ليس كعبء، بل كدليل. تفوق وتخرج بتقدير عال، وبدأ يعمل في مشاريع ضخمة. أصبح اسمه يذكر في المؤتمرات، وتنقل كلماته على الشاشات. أسس شركته الخاصة، وكل من ضحك عليه أصبح يطرق بابه طالباً فرصة. وذات يوم عاد إلى قريته، الوجوه نفسها، لكنها لم تعد تراه كما كانت. أصبح مصدر فخر وأمل لكل من شعر يوماً أنه مرفوض. وقف في ساحة المدرسة التي كانت شاهدة على ألمه وقال: أنا لم أكن ضعيفاً، بل كنتم أنتم عمياناً. التنمر لا يكسرك، بل يكشف لك من أنت. السخرية لا تنقص منك، بل تذكرك بأنك مختلف. والاختلاف هو أول خطوة نحو العظمة. إذا شعرت يوماً أنك غير مقبول، لا تنكسر، ابتسم وخطط بهدوء، لأن الرد القاسي لا يأتي بالكلمات بل بالنجاح. لا تسمح لأحد أن يحدد قيمتك. أنت لست تقييمهم ولا أحكامهم ولا مقاييسهم السطحية. قيمتك الحقيقية لا يراها إلا من مر بما مررت به، ومن حارب ليصنع نفسه من العدم. الوجع اللي جواك لو استسلمت له هيكسر ظهرك، ولو استغليته هيدفعك لأبعد مما كنت تتخيل. الناس دايما هتتكلم، هيسخروا منك لما تفشل، ويحسدوك لما تنجح، ويتمنوا يكونوا مكانك لما تتفوق. فخلي تركيزك مش عليهم، خليه على نفسك. كبر نفسك، طورها، علمها، قويها. لأنك لما توصل مش بس هتثبت إنك كنت قادر، لكن هتفتح باب الأمل لكل واحد شاف في نفسه الضعف. لو كنت بتتألم النهاردة، صدقني الألم مش عدوك، ده وقودك. اجري، حتى لو وقعت قوم تاني. كمل، حتى لو مفيش حد بيصفق. صدق، حتى لو الكل كذبك. وما تتنازلش عن حلمك، حتى لو ضحكوا عليك. في يوم من الأيام الناس هتسأل: إزاي قدر يوصل؟ وساعتها هترد ببساطة: أنا آمنت بنفسي لما الكل كان بيشك فيا.
خلي قصتك تكون الدليل إن أقصى لحظاتك ممكن تكون بداية أعظم نسخك.